ازيكم؟ النهارده بقى هنعمل مشروب لذيذ وهيرطب علينا كده في الحر اللي احنا فيه ده، وسهل جدا وبسيط، وهنعمله بحاجات تعتبر من البيت. هنعمل مشروب الخوخ او سموزي الخوخ. حاجة كده تحفة زي ما انتوا شايفين كده، شكلها خطير. تعالوا بقى بينا نقول مكونات وصفتنا البسيطة. معانا اول حاجة في المكونات 3 خوخات. ال3 خوخات دول انا هقطعهم، يعني اي تقطيع كده. ليه اي تقطيعة؟ علشان هاخد الخوخ ده واحطه شوية في الفريزر علشان يطرى، او يعني يبقى ساقع، يعني يبقى طري في نفس الوقت ساقع نشربه في ساعتها. واحنا بنقطع الخوخ كده، لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة حطوا صباعكم حالا بالا على كلمة اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمة الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك. خلاص كده قطعنا الخوخ، هناخده كده في الكيس ونربطه. بصوا هنفرده كده عشان يجمد بسرعة ويبقى ايه في نفس الوقت طري. ماشي. طبعا في كذا يعني انواع كتير من الخوخ، اي نوع هتعملوا بيه هيبقى تحفة ومفيش اي مشكلة. هناخد الخوخ ده بقى كده ونحطه حوالي ساعة كده في الفريزر. تمام. نبدأ بقى نقول المكونات. هنا بعد ما الخوخ، ومعانا كوباية من الحليب، ونص كوباية من الزبادي، ومعانا حوالي 3 معالق ل4 من السكر، ومزايا، وحوالي ربع كوباية نص كوباية من مكعبات التلج. بس كده. يلا بينا. وفانيليا، ممكن تكون فانيليا سايلة يكون افضل، بس انا ما كانش عندي. يلا بينا بقى نبدأ في الوصفة. معانا هنا هنبدأ بقى هنا في الوصفة. اول حاجة هحط الحليب مع السكر. ليه؟ علشان الحليب والسكر، يعني السكر يدوب في الحليب. ماشي. عشان هنا الخوخ فروزن، فمش هيدوب السكر. فانا هاخد السكر والحليب كده اديهم ضربة، وبعدين نحط رشة كده من الفانيليا. كده خلاص ضربناهم. هنبدأ بقى نضيف المكونات. هضيف الموزاية، هقطعها طبعا، هقشرها. انا بقشرها في ساعتها عشان ما تسودش. هقطعها كده اي تقطيعة زي ما انتوا شايفين علشان نضربها مع الخوخ. حطوا اللايك. تمام كده. نزلنا قرن الموز واحد بس، حابين تزودوا براحتكم. ونضيف الخوخ الفروزن، وضفنا الزبادي والتلج. ندي بقى الخليط ده ضربة متينة كده في الخلاط. بصوا، السموزي ده المفروض ما يتصفوش. ماشي. بس انا الولاد عندي مش بيحبوا حاجة يكون فيها قطع، فانا هصفيه. حابين تصفوه براحتكم، مش حابين يكون افضل. تمام كده. نصفي بقى الخليط ده كويس جدا. حطوا اللايك. تمام قوي كده. ايوه. ننزل بقى كده نصفي كده كل الكمية، ونسيب القطع دي في المصفى زي ما انتوا شايفين. بس انا يعني عشان هو سموزي، السموزي ده بيبقى فيه قطع كده مش بنصفيه، فبراحتكم خالص. بس انا بصفيه عشان الولاد هم اللي هيشربوه، ومش بيحبوا قطع في يعني الحاجة اللي هيشربوها. تمام كده. صفينا اهو للاخر. بس تمام قوي كده. هرجعه بقى كده تاني في الخلاط عشان يعني انزل من البوز ده اللي هو فيه الخلاط. الحته اللي هي البوزه دي تساعدني ان انا اصبه في كوبايات. طبعا عايزين تصبوه في كوبايات، في كاسات، براحتكم، مفيش اي مشكله. تمام قوي كده. اهو بصوا بقى، شايفين قوام تحفه وطعم خرافي ولذيذ، والله لذيذ. ومغذي طبعا، في زبادي وحليب
وفواكه وموز، يعني كل الحاجات اللي فيه مغذية ومفيدة للولاد. الولاد اللي مش بتحب تاكل الفاكهة ممكن نعمل لهم كده سموزي ونديهولهم يشربوه، هيحبوه جدا. تمام قوي كده. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة، جربوها قولولي رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.